السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين المحترمين على اليوتيوب. اتمنى من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. وصباح الخير عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة، طبعا كانت امبارح مباراة الاهلي وكهرباء الاسماعيلية، والاهلي فاز 4-2. وكانت مباراة الزمالك اللهم صل على سيدنا محمد، كان غزل المحلة تقريبا، غزل المحلة، وكانت عادل 1-1. طبعا نادي الاهلي فاز الحمد لله، دلوقتي في المركز الاول مع المصري البورسعيدي، ونادي الزمالك برصيد 18 نقطة. ولكن الاهلي متبقي له ماتش. المصري لاعب 10 مباريات، نادي الزمالك بقى لاعب 10 مباريات. الاهلي فاضل له مباراة في الاسبوع اللي هو ريح فيه، ان شاء الله نلعبها ونفوز ان شاء الله ونتصدر الدوري باذن الله. وده مكاننا الطبيعي يا جماعه، يعني بعد احترامي للجميع طبعا وكل المشجعين المصريين، ده مكان الاهلي الطبيعي، ما حدش يقدر ينكر ده. وان شاء الله نرجع مكاننا الطبيعي ونرجع نتصدر. ونادي الزمالك طبعا يعني من بعد مباراه القمه المشاكل كترت والمشاكل زادت طبعا، يعني ما قدرش ان هو يكسب المحله امبارح. طبعا فرقتي تعادلت برضو مع غزل المحل. كابتن علاء عبد العال، يعني الله يصلح حاله، بيلعب كوره، يعني تقعد تتفرج على ماتشاته يكرهك في الكوره، يكرهك في حاجه اسمها كره قدم. دفاع 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 يا كابتن. هو انت حضرتك يعني معلش، هو انت حضرتك يعني مش حرب، مش حرب، دي كره قدم متعه. ايه المشكله لما تخسر؟ ايه المشكله لما تتعادل؟ يمكن تكسب، ما تهاجم يمكن تكسب يا كابتن. برضه في مباراة الاهلي ما طلعش بكرة واحدة، ده حتى الكابتن الجهباز الهجاص طلع اتكلم على الموضوع ده. رضا عبد العال طلع اتكلم على الموضوع ده. طب اشمعنى ما اتكلمتش على الموضوع ده في ماتش الاهلي لما الاهلي تعادل مع المحلة؟ قعدت تقول اشعار في كابتن علاء عبد العال، عاش غزل المحلة، مبروك نقطة، كنتوا تستحقوا ان انتوا تفوزوا. كابتن علاء عبد العال وتبص عليه امبارح في الفيديو بتاع المباراة بعد مباراة الزمالك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللعب ده؟ العب الله. اشمعنى لما لعب قدام الاهلي ودافع قعدت تقول مش عارف ايه، ودلوقتي قعدت تقول لا ده انت بتلعب كرة مش عارف ايه، هاجم والعب. ما هو ده لعب قدام الفرق الكبيرة، هو ده لعب كابتن علاء عبد العال قدام الفرق الكبيرة، ان هو بينزل يرصهم كلهم قدام الجول. ماتشاته بتبقى يعني حاجة الله المستعان. مع يعني انا بصراحة عن نفسي ممكن مباراة الاهلي مع غزل المحلة تاني ما اتفرجش عليها بالنظام ده، او كابتن علاء عبد العال تحديدا، يعني بسبب الاداء بتاعه وطريقة لعبه. ايه المشكلة يا كابتن؟ العب كورة. ايوه امكانياتك محدودة، بس برضه ما يبقاش بالطريقة دي، يعني خليك متوازن، ما يبقاش كله دفاع دفاع دفاع. اصلا مش حرب، هي انت بتلعب كرة قدم، مش كلها دفاع. ولكن ده مش موضوعنا. في حاجة تانية طالع بيتكلم، هو اخونا الجهباز الهجاص ده طالع بيتكلم بيقول لك ايه؟ طب انت دلوقتي بتتكلم في فيديو عن مباراة الزمالك وغزل المحل، ليه بتذكر الاهلي؟ ليه بتذكر زيزو؟ هو انت يجرى لك حاجة لو ما ذكرتش الاهلي وما ذكرتش زيزو؟ هي الناس دي هتفضل حراك لحد امتى؟ نفسها يعني اطلع في فيديو كده زي الفيديوهات اللي بتنزلها دي ووضح لنا وقول لنا الناس دي هتفضل حرقاني على طول، الاهلي ده هيفضل حارقني على طول، مش هقدر ان انا ما اذكروش، لازم اذكره عشان خاطر اطلع ترند وعشان خاطر الناس تتفرج عليا واجيب مشاهدات والكلام ده. لا، اطلع اتكلم وقول لنا الكلام ده ما فيهاش حاجه. اطلع قول انا مش هنسى زيزو ومش هنسى التعليمه اللي علمها لي. ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله، لان هو من الواضح يا كابتن ان هو عامل لك جرح، عامل لك جرح غويط جدا. فيديوهاتك كلها ممنوع ان انت تنزلها من غير ما يكون فيها زيزو. زيزو ما بيهربش من مباراة القمة،
زيزو عماد النحاس هو اللي استبعده. كان نفسه يلعب، وكان بيضغط على نفسه عشان يرجع من الإصابة ويلعب، ولكن عماد النحاس هو من استبعده. عماد النحاس هو اللي استبعده من الماتش ده. هو وكان نفسه والله يلعب. انا عن نفسي تحديدا كان نفسي يلعب عشان يجيب فيكوا جول وعشان يحرق دمك انت بالاخص. جماهير نادي الزمالك على دماغي، بس تحديدا انت بالاخص يا كابتن رضا كان نفسي يجيب جون، يلعب ويجيب جون بس عشان خاطر تشد بلاستر، عشان انت بس تشد بلاستر، وان شاء الله برضه هيسكتك زي امام عاشور كده ما سكتك خالص. ولكن هقول ايه، انت امام عاشور احسن لاعب داخل القاره قبل الاصابه، كنت بتطلع تتكلم عليه وبتهاجمه. بزيرة لسه جاي اول امبارح انت بتشبهه بميسي. انا بتكلم في ايه اصلا؟ انا مش فاهم والله، انا بتكلم في ايه وبعقب على مين اصلا؟ ده انت واحد يعني كان الله في عونك والله. بتقول كلام انا مش فاهم انت الكلام ده يعني، هل انت الكلام ده بتقوله انت يعني في كامل قواك العقليه، ولا بتقوله بناء على ايه، ولا هل انت مقتنع بالكلام ده، ولا الكلام ده انت بتقوله عشان تطلع ترند وعشان خاطر بقى ايه تجمع شويه مشاهدات والكلام ده؟ يعني اصل الكلام ده لو انت مقتنع بيه تبقى كارثه، دي تبقى في حد ذاتها كارثه ومصيبه. لو انت مقتنع بالكلام ده، ان انت تشبه واحد لسه جاي اول امبارح ما عملش حاجه وما ظهرش في مباراه كبيره زي مباراه الاهلي، بتشبهه بميسي. ولعب كوره امبارح في العارضه، جابها في العارضه كده، انا ما شفتش جاب حد بيعمل الكوره دي غير ميسي. ميسي ايه يا كابتن؟ ميسي يا كابتن صباح الفل. عمل ايه ده عشان تشبهه بميسي؟ انت حضرتك مقتنع بالكلام اللي بتقوله؟ اشك في ذلك والله، اشك ان انت مقتنع بالكلام ده. الكلام ده بيطلع عشان خاطر من حته ايه بقى؟ خالف تعرف. لو انا بقى بقول ايه، بقول اي حاجه عشان خاطر بقى ايه، اي حاجه تعمل بوم طخ، حاجه تطلع ترند، حاجه تجيب مشاهدات، حاجه تجيب لايكات. ده مش كلام يعني طبيعي بالمره. واعتقد برضو جماهير الزمالك يعني هتوافقني في الكلام ده. مفيش حد عاقل يعني هيشبه واحد لسه جاي اول امبارح باسطوره زي ميسي. وبعدين لو ارجعوا للفيديو واتفرجوا عليه، الفيديو بتاع النادي الاهلي اللي هو نزله بعد مباراه الاهلي، جه في نص الفيديو بالظبط تحديدا وقال لك ايه؟ محمد هاني وحش، محمد بن رمضان وحش. وجا في اخر الفيديو لك محمد هاني عمل مباراه 10/10. يا ما شاء الله عليك يا كابتن، يا ما شاء الله عليك. اعتقد ان انت محتاج تروح تكشف يا كابتن، لان الزهايمر بدأ معاك. مش هقول اكتر من كده، الزهايمر بدأ معاك. انت في نص الفيديو اتفرج على الفيديو، الفيديوهات دي مش بتتفرج عليها يا كابتن؟ يعني الفيديوهات دي قبل ما تنزلها على اليوتيوب مش بتتفرج عليها؟ يعني الناس لو هتركز معاك وتاخد بالها هتعرف ان الكلام اللي انا بقوله ده صح. كابتن في ناس كتير بتتفرج عليك، اتمنى تاخد بالك من الكلام اللي انت بتقوله. يعني يا مجلس اداره النادي الاهلي، يا مجلس الحكام، يا جماعه اشكوا في الراجل ده. الراجل ده بيطلع على القنوات وبيهاجمكم، الراجل ده بيشكك في ذمتكم. كلامي ده لمجلس التحكيم، رئيس لجنه الحكام، الراجل ده بيشكك في ذمتكم وبيتهمكم ان انتوا بتحطوا حكام للنادي الاهلي عشان يعدلوا ماتشات ويعدلوا اخطاء. ما هو انتوا لو سايبين الراجل ده بياكل عيش يبقى ماشي، مفيش مشكله، الله يرزقه. ولكن لو انتوا ناسينه او متلاشين او لا مش هينفع يا جماعه، مش هينفع. في ناس بتتفرج عليه، ما هو مش عايزين الاجيال اللي طالعه دي تاخد تحط في دماغها بقى ان يعني كفايه ان في فئه كبيره قوي حاطه في دماغها ان الاهلي بيتسند وان الاهلي التحكيم معاه وان ما فيش الكلام ده. والله يا جماعه ما في الكلام ده. الاهلي ليه وعليه، الزمالك ليه وعليه. اخطاء التحكيم في كل الماتشات موجوده. انا ما بقولش التحكيم بيساند الزمالك ولا بقول التحكيم بيساند الاهلي، لا، التحكيم فيه اخطاء كتير، ويعني حكامنا المصريين تحديدا يعني، وده وارد في كرة القدم، ده وارد.
لكن اي خطأ في مباراة الاهلي تلاقيه مركز معاه، اي خطأ في مباراة الزمالك انا لا اسمع لا ارى لا انظر لا اي حاجة خالص. هو انا هركز بس في الاخطاء اللي بتيجي في مباراة الاهلي. اي اخطاء في ماتشات الزمالك لا، ما انا مش شايفها، انا ما شفتهاش اصلا، ما كنتش بشوف المباراة. هو مين اللي كان بيلعب؟ هو بيتعامل بالنظام ده. انا بطالب رئيس مجلس الحكام، بطالب التحكيم، يا جماعة شوفوا الراجل ده. مجلس إدارة النادي الأهلي شوفوا الراجل ده. كفاية لحد كده بقى، ما احناش ناقصين. السلام عليكم.